السلام عليكم طلبة الصف الأول الإعدادي. هحل معاكم النهاردة المحافظة رقم 10، محافظة البحيرة. أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. السؤال الأول، العدد -1/3 يزيد عن العدد -4/3 بمقدار نقط. لو بتتلخبط في كلمة يزيد هتجيب أنهي حد الأول أو أنهي عدد الأول. هنكتبها ده الأول في أرقام بسيطة. لو أنا عندي بقولك 7 تزيد عن 3 بمقدار نقط، هنطرح هنقول 7 ناقص 3 يعني بنفس ترتيبها. دي مسألة طرح، هنطرحهم من بعض الأول زي ما هو وهنطرح منه العدد التاني. يبقى هنا هنرجع لمسألتنا، هنقول -تلت، هنطرح ناقص العدد التاني اللي هو -4/3. يبقى كلمة يزيد هنسيبها زي ما هي بترتيبها، ودي مسألة طرح. -1/3 تنزل زي ما هي، وهنا هنفك القوس، سالب في سالب هيبقى بموجب 4/3. هنا عشان نجمعهم لازم تكون المقامات متوحدة، وهنا المقامات متوحدة على 3. يبقى كده البسط عندي -1 زائد 4. هنجمعهم إشارات مختلفة، تنزل إشارة العدد الكبير إشارة الأربعة موجبة، ونطرح 4 ناقص 1 يبقى 3. 3 على 3 يساوي 1. بعد كده السؤال التاني، إذا كان أ زائد ب بيساوي 3 فإن 4 أ زائد 4 ب تساوي نقط. كده احنا عندنا أ زائد ب بتساوي 3، ده اللي هو مديهالي، وهو عايز قيمة 4 أ زائد 4 ب هتساوي نقط. بكده هو ضرب المعادلة في 4، يعني ضرب هنا في 4 وهنا في 4، يبقى لازم برضو نضرب في 4 كل المعادلة. يبقى 4 أ زائد 4 ب هنضرب 3 في 4 هتبقى ب12. الاختيار نمرة ج. وممكن لو عايز تجيبها عن طريق فكرة العامل المشترك، أنا عندي هو عايز 4 أ زائد 4 ب. لو خدت ال4 عامل مشترك من هنا يبقى هنا خدنا ال4 بقى الألف، زائد خدنا من هنا ال4 بقى الب. احنا عندنا قيمة أ زائد ب ب3، يبقى هنعوض 4 في أ زائد ب اللي هي قيمتها ب3 هتساوي 12. بعد كده السؤال الثالث، العدد مليون بيساوي كام ألف؟ مليون اللي هو الواحد وقدامه كام صفر؟ 6 صفار. هو دلوقتي بيقول لي بيساوي كام ألف. كلمة ألف دي هنشيلها 3 صفار، يعني هنشيل من هنا 3 صفار عشان كلمة الألف. يبقى كده هيبقى بيساوي كام ألف؟ هيبقى 1000 برضو، 1000. يبقى هنا الإجابة هتبقى ج اللي هي 1000. يبقى كده العدد اللي بيبقى مكتوب، لو أنا عندي مثلا 1000 وقال لي بتساوي كام؟ 10. كلمة 10 دي هنشيلها 0 و1، يبقى كده هنبقى 100. 100 10، 100 10، ال10 دي معناها في صفر بيتحط، يبقى ال100 10 هتساوي لو حطينا ال100 وكلمة 10 نحط لها صفر، وهكذا. لما بيكون مدينا الرقم فيه صفار وهو كاتب 10 بنشيل ال10 صفر. لو قال 100 بنشيل لها صفرين. لو قال كام ألف بنشيل 3 صفار زي ما عملنا في الرقم دوت. هنا مديني المليون، قلنا المليون 1 وقدامه 6 صفار. هو قال لي بيساوي كام ألف، فقلنا كلمة ألف دي بتشلها كام صفر؟ بتشلها 3. يبقى كده هيبقى 1000. الاختيار نمرة ج. بعد كده السؤال الرابع، المعكوس الضربي للعدد 1/5 الكل أس صفر. الأول بنعدل العدد ده أس صفر، واحنا خدنا أي عدد أس صفر إجابته ب1، فكأن العدد اللي هو مديهولي ده 1. عشان أجيب له معكوس الضرب يعني بنقلب الكسر، هيبقى برضو الواحد ده مقامه 1، عشان نقلبه هيبقى 1/1 ب1. الاختيار نمرة ج. بعد كده السؤال الخامس، الوسط الحسابي للقيم 3 و2 و4. الوسط الحسابي مجموع القيم على عددهم. هنجمع 3 زائد 2 زائد 4 على عددهم 1 2 3 على 3. 3 و2 5، 5 و4 9 على 3 هتساوي 3. الاختيار الأول ألف. بعد كده السؤال رقم 6، العدد س على -5 يكون موجبا عندما السين تكون نقط صفر، تكون أكبر من صفر ولا أصغر من صفر.
هو امتى العدد ده يكون موجب؟ عشان هو هنا في سالب تحت، امتى السالب ده يمشي؟ لو فوق في البسط عدد سالب برضو، يعني لو حطينا في البسط مثلا وليكن -1، فالسالب اللي في البسط هيروح مع السالب اللي في المقام، يبقى كده اداني عدد موجب. يبقى امتى السين بقى اعوض عنها بكام عشان العدد ده يصبح موجب؟ يبقى نعوض عنها مثلا بعدد -1 او -2، اي عدد يكون فيه سالب، يعني العدد السالب ده هيكون اصغر، هيكون السين اصغر من الصفر. تاني، امتى عدد يكون سالب يصبح موجب؟ يعني انا عندي عدد اهوت س على -5، ازاي العدد ده هيبقى موجب؟ طبعا لما السالب يروح. طب امتى السالب هيروح؟ لو البسط كان فيه سالب هو كمان، لو البسط وليكن في اي عدد -2 -3، فالسالب اللي في البسط هيروح مع السالب اللي في المقام ويصبح العدد عندي موجب. يبقى العدد اللي احنا عوضنا بيه ده -2 هو عدد اصغر من الصفر، يبقى كده هيبقى الإجابة أصغر من الصفر، الاختيار الأول ألف. بعد كده السؤال التاني، أكمل ما يلي إذا كان الوسيط للقيم س زائد 3 وس زائد 2 وس زائد 4 وهو 8. اديني الوسيط ب8، عايز قيمة السين. عشان نعرف الوسيط بنرتب القيم. هنا هنرتبها ازاي؟ أصغر قيمة اللي هو س زائد 2، بعد كده س زائد 3، بعد كده س زائد 4. كده احنا رتبنا القيم. الوسيط اللي هو موجود في النص، مين اللي موجود في النص دلوقتي؟ اللي هو س زائد 3. طيب س زائد 3 دوت، قال لي ده الوسيط بكام؟ قال لي ب8، يبقى العدد ده ب8 اللي هو س زائد 3، احنا كمان هنساويه ب8 عشان هو قال لي الإجابة تطلع ب8. ففي الحالة دي السين هتكون بكام؟ العدد اللي اجمع عليه 3 يديني 8، يبقى عندي ال5، يبقى كده قيمة السين هتساوي 5. بعد كده السؤال التاني عندي 1 و1 و2 و3 و5 و8 وكام، عايز أكمل بنفس التسلسل. لو لاحظنا دلوقتي هنلاقيه 1 و1 و2، يبقى كده جمع الرقمين اللي ورا بعض، 1 و1 2، بعد كده جمع 1 و2 اداله 3، بعد كده جمع 2 و3 5، يبقى كده ال3 وال5 مجموعهم 8، يبقى اللي عليها الدور هنجمع 5 و8 هيبقى 13. بعد كده السؤال الثالث، العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين -1 على 2 ونص. عشان اجيب العدد اللي موجود في منتصف المسافة هنجمع العددين دول ونقسمهم على 2، يبقى كده عندي -1 على 2 زائد نص، واللي هيطلع نقسمه على 2. لو خدنا بالنا ان الرقمين دول العدد ومعكوسه بصفر على 2، فالناتج برضه هيطلع بصفر، يبقى العدد الذي يقع في منتصف المسافة بينهم هو الصفر. ولو خدت بالك على خط الأعداد ده عدد سالب نص، اللي هو سالب نص وعدد موجب، يعني لو جينا نرسمه على خط الأعداد الصفر في النص وهنا الواحد على اليمين والسالب 1 على الشمال، فهنيجي هنا سالب نص هيبقى مكانه فين؟ هيبقى مكانه هنا سالب نص وهنا موجب نص، فمين اللي موجود في النص بينهم؟ اللي هو الصفر. بعد كده السؤال الرابع، إذا كان الحد الجبري 2 س صاد أس م من الدرجة الثالثة. تاني 2 س صاد أس م من الدرجة الثالثة، فإن قيمة م دي هتكون بكام؟ عشان أجيب درجة الحد الجبري ده بنجمع أسس الرموز. أنا عندي السين دي أسها 1، يبقى هجمع 1 زائد الصاد دي أسها م، يبقى 1 زائد م هتساوي، هو هنا قال لي من الدرجة الثالثة يبقى 1 زائد م دي ب3، يبقى هنا الميم هتكون قيمتها بكام؟ هتكون ب2، يبقى الميم هتساوي 2، عشان لما اجمع 1 زائد 2 يديني 3، يبقى كده من الدرجة الثالثة. بعد كده السؤال الخامس، المنوال للقيم 3 و5 و2 و3 و4 هو نقط. المنوال هي القيمة اللي اتكررت عندي، هنا اللي اتكرر ال3 يبقى المنوال هيكون 3. بعد كده السؤال رقم 6، إذا كان س ناقص 2 في س زائد 2 بتساوي س أس 2 زائد كاف، وعايز قيمة الكاف. دلوقتي أنا عشان أجيب قيمة الكاف المفروض أضرب التاني في التاني يديني الحد التالي، يبقى كده عندي -2 في 2 هتبقى -4، يبقى قيمة الكاف ب4 بسالب 4، قيمة الكاف هتبقى بسالب 4.
تاني هنا أنا عندي قوسين شكل بعض بالظبط، والاختلاف في إشارة النص، ففي الحالة دي ما بيكونش في حد أوسط، فبنقول الأول في الأول يديني الحد الأول، يبقى كده س في س يديني س أس 2، والتاني في التاني يديني الحد الأخير سالب في موجب بسالب، 2 في 2 ب4، يبقى قيمة الكاف هتكون بسالب 4. بعد كده السؤال التالت ألف، اجمع المقدارين 2 س أس 2 ناقص 4 س زائد 3. هنكتب المقدار التاني تحتيه، بس أهم حاجة تكون المقادير المتشابهة تحت بعض، يعني المقدار لو مش بترتب بنرتب. هنا عندي المقدار مترتب، فهنكتب تحتيه المقدار س أس 2 زائد 4 س ناقص 2. وهنا هنجمع المقادير المتشابهة، ملناش دعوة بالإشارات ولا هنغير ولا حاجة. امتى بنغير الإشارات؟ في الطرح، لكن هنا نجمع تبقى المسألة سهلة. عندي 2 س أس 2 هنجمع عليها 1 س أس 2، يبقى كده 2 و1 يبقى 3، والرمز نفس الرمز ينزل س أس 2. محدش يقول نجمع الأسس. امتى بنجمع الأسس؟ في الضرب. امتى بنطرح الأسس؟ في عملية القسمة. لكن هنا احنا بنجمع بننزل نفس الرمز، يعني عشان احنا بنجمع حدود متشابهة، 2 زائد 1 3، ونفس الرمز ينزل. هنا عندي سالب 4 س وموجب 4 س، إشارات العدد ومعكوسه الإشارات مختلفة، هنا سالب 4 وهنا موجب 4 ونفس العدد، فهنا العدد ومعكوسه هيكون بصفر، يبقى كده سالب 4 س هتروح مع موجب 4 س فالصفر، خدنا العدد ومعكوسه بصفر. هنا عندي موجب 3 وسالب 2، هنا إشارات مختلفة، هننزل إشارة العدد الكبير، عندي التلاتة إشارتها موجبة تنزل، ونطرح 3 ناقص 2 يبقى 1، يبقى ادي الناتج بتاع جمع المقدارين. بعد كده السؤال التالت ب، اختصر لأبسط صورة. عندي صاد زائد 1 الكل تربيع ناقص صاد في صاد زائد 2. هنا دلوقتي عشان افك القوس ده تربيع بنفكه ازاي؟ الأول في الأول يديني الحد الأول، يبقى كده عندي صاد في صاد تديني كام؟ صاد أس 2، والتاني في التاني يديني الحد الأخير 1 في 1 ب1. بعد كده نعمل ايه عشان نجيب الحد الأوسط؟ الأول اللي هو صاد في التاني اللي هو 1 في 2 من عندنا، يبقى هتكون 2 صاد موجب 2 صاد. بعد كده سالب صاد دي هتخش تضرب لي كل اللي جوه، سالب في موجب بسالب، صاد في صاد بصاد أس 2. ناخد بالنا من الإشارة السالبة، سالب في موجب بسالب، 2 في صاد ب2 صاد. دلوقتي هنجمع الحدود المتشابهة، هنا عندي صاد أس 2 وهنا سالب صاد أس 2، العدد ومعكوسه هيبقى بصفر. طيب هنا عندي موجب 2 صاد وسالب 2 صاد، برضو العدد ومعكوسه هيكون بيساوي صفر، الإجابة النهائية هتكون بتساوي 1. بعد كده السؤال الرابع ألف، استخدم خواص الضرب في إيجاد ناتج 2 على 5 في 4 زائد 2 على 5 في 3 ناقص 2 على 5 في 2. أول خطوة بنحدد العمليات الضرب، حاصل الضرب فين؟ عندي 2 على 5 مضروبة في 4، حاصل الضرب التاني 2 على 5 في 3، حاصل الضرب التالت اللي هو 2 على 5 في 2، يعني كل عدد اتكرر مضروب في رقم، يعني 2 على 5 اتضربت في رقم، وهنا اتضربت في رقم 3، وهنا اتضربت في رقم اللي هو 2. مين اللي اتكرر؟ عندي 2 على 5، فهناخدها عامل مشترك. نفتح قوس، خدنا من هنا 2 على 5 هيبقى لي 4، بعد كده الزائد تنزل، خدنا من هنا 2 على 5 بقى لي 3، الإشارة السالبة تنزل، خدنا من هنا 2 على 5 هيبقى لي 2. هنجمع دلوقتي اللي جوه القوس، هيبقى عندي 2 على 5 في 4 زائد 3 7 ناقص 2 هيبقى 5. 5 دي مقامها 1 هتساوي، هنختصر على 5 فيها 1 على 5 فيها 1، يبقى الإجابة هتطلع 2. بعد كده السؤال الرابع ب، اوجد خارج قسمة س أس 2 ناقص 7 س زائد 12 على س ناقص 4. هنا دلوقتي هناخد أول حد على أول حد، دي عملية قسمة، فبنقسم أول حد على أول حد، س أس 2 على س، س أس 2 على س. عندك قسمة
بنكتب الأساس اللي هو السين ونطرح الأسس. 2 ناقص 1 1. أنا بحب أعملها في الجنب عشان ما تتلخبطش. س أس 2 على س بتساوي س، يبقى السين دي هنكتبها فوق. اللي هو عملنا ايه؟ س أس 2 على س فيها السين. السين هنا تقف ساكتة؟ لأ، هترجع تضرب الحدين دول. س في س بس أس 2. طب هي السين هتضرب السين بس؟ لأ، وهتضرب السالب 4. س في سالب 4 بسالب 4 س. دلوقتي هنشد خط ونطرح. هنا طالما هنطرح يبقى نغير إشارات المقدار اللي تحت. دي إشارتها موجبة تبقى سالب، دي سالبة تبقى موجب. هنا عندي س أس 2 وهنا سالب س أس 2، العدد معكوسه هيروح مع بعض. هنا عندي سالب 7 وموجب 4، إشارات مختلفة. تنزل إشارة العدد الكبير اللي هي الإشارة السالبة ونطرح. 7 ناقص 4 3، وينزل نفس الرمز س. بعد كده العدد اللي عليه الدور ينزل موجب 12. دلوقتي ترجع مسألة قسمة تاني. هناخد أول حد على أول حد. احنا بنقسم ايه؟ سالب 3 س على الس. دلوقتي السين هتروح مع السين يبقى فيها السالب 3. السالب 3 دي هنكتبها فوق. سالب 3 دي مش هتقف ساكتة، هترجع تضرب الحدين دول. سالب 3 في س تبقى سالب 3 س. طيب هي هتضرب السين بس؟ لأ، وهتضرب كمان السالب 4. سالب في سالب بموجب. 3 في 4 ب12. دلوقتي هنشد خط وهنغير الإشارات المقدار اللي تحت عشان احنا هنطرح. تبقى دي موجبة ودي سالب. خدنا بالنا دلوقتي سالب 3 وموجب 3 إشارات مختلفة، يبقى كده العدد معكوسه بصفر. وهنا موجب 12 وسالب 12، العدد معكوسه هيبقى بصفر. يبقى كده المسألة صفرت. يبقى ناتج القسمة هيبقى س ناقص 3. كده جبت السؤال الرابع به. بعد كده السؤال الخامس ألف. اوجد عددين نسبيين يقعان بين التلت والنص. عشان نجيب عددين عايزين نوحد المقامات. هنا هنوحد المقامات، هنضرب المقامين في بعض. 2 في 3 ب6. بعد كده نعمل مقص. 1 في 2 ب2، 1 في 3 ب3. دلوقتي لو هنلاحظ ان العددين دول متتاليين. 2 على 6 بعدها على طول 3 على 6. كده محتاجين نكبر المقام اكتر عشان يظهر لي ارقام في النص. وليكن هنضرب المقام في 4 والبسط في 4، وهنا هنضرب في 4 يبقى كده عشان نكبر المقام شوية ويظهر لي ارقام ما بينهم. 2 في 4 ب8 على 4 في 6 ب24. وهنا برضو المقام 4 في 6 ب24. البسط 3 في 4 ب12. كده نشوف عندي كام عدد ظهر في النص. عندي 9 على 24 و10 على 24 و11 على 24. احنا عايزين عددين بس، يبقى هما دول العددين. بعد كده السؤال الخامس به. الجدول التالي يبين درجات أحد الطلاب في مادة الرياضيات خلال 6 شهور. عندي شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وفبراير ومارس وأبريل، ومديني درجاتهم. هنا عايز الوسط الحسابي. الوسط الحسابي بيساوي ايه؟ الوسط الحسابي مجموع القيم على عددهم. هنجمع دلوقتي 27 زائد 23 زائد 25 زائد 21 زائد 28 زائد 26 على عددهم اللي هو 6 هيساوي. هنجمع دلوقتي البسط. كده عندي 27 زائد 23 زائد 25 زائد 21 زائد 28 زائد 26 هتساوي 150 على 6 هتساوي 25. يبقى احنا كده جبنا الوسط الحسابي ب25. دلوقتي عايزين نجيب الدرجة الوسيطية اللي هو الوسيط. عشان نجيب الوسيط لازم نرتب الأول. هنا دلوقتي عندي أصغر عدد عندي 21، بعد كده 23، 25، بعد كده 26، 27، 28. كده احنا رتبنا. بعد كده نشوف مين اللي في النص. عندي هنا رقمين في النص، 25 و26. يبقى هنكتب الوسيط هيساوي 25 زائد 26، واللي هيطلع نقسمه على الاتنين. كده عندي 25 زائد 26 تبقى 51 على الاتنين هتساوي
25.5. يبقى كده 25.5. بانتهاء السؤال ده تكون انتهت المحافظة رقم 10، محافظة البحيرة. يا رب أكون قدرت أفيدكم واستفدتم من الشرح. لو استفدت متنساش تعمل لايك، تشترك في القناة عشان يوصلك إشعار كل ما أنزل فيديو جديد. شكرا لكم، مع السلامة.